صباح الفل عليكم، يا صباح الياسمين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ربنا يجعل سعادة الدنيا ما بين ايديكم وتحت رجليكم. قولوا امين، اللهم امين يا رب العالمين. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده انا عامله لكم فيديو مشتريات. هو طبعا حبه مشتريات كده مش كتير، بس حاجات كانت لازمه البيت يعني، فقلت ايه اشوف الاولويه واجيبها. يعني الحاجات اللي انا عايزاها ضروري مثلا، او اساسيات البيت، وان انا ايه انزل اجيبها وكده. وطبعا حبيت ان انا اشارككم يعني الفيديو، وقلت ايه اصور معاكم فيديو المشتريات، ويا رب ان شاء الله ايه يعجبكم. اول حاجه انا ايه كنت حابه ان انا اجيبها، وطبعا فيديو المشتريات كده كده كنت هعمله، سواء قبض اليوتيوب او ان انا ما قبضتش، بما ان انا نزلت فيديو لقبض الفيديو اللي فات. لكن لا، انا اصلا كده كده الحاجات دي كانت لازماني وكنت هجيبها بقبض من غير قبض، كنت هجيبها. جوزي كنا متفقين ان احنا ننزل يوم ونجيب حاجات رمضان وكده. بس طبعا الحاجات اللي انا جايباها دي مش لرمضان، هي مشتريات شهر عادي، مش لازما يعني ان احنا هنشتري بس في شهر رمضان. لا، ساعات بيكون لازمنا حاجات في الشهر كده، اول الشهر اخر الشهر، في وسط الشهر، بتكون طلبات للبيت. يعني انتوا عارفين البيت اصلا ما بيخلصش طلبات. فاول حاجه جبتها معايا هنا انا جبت الثوم. اهو بصوا كده، الثوم دول 4 كيلو ثوم. طبعا انا لسه هجيب مثلا تاني، بس انا ايه جبت دلوقتي دول 4 كيلو زي ما انتوا شايفين اهو كده. حتى كان فيهم عروش كده ووزنها لي، هبقى انزل دلوقتي ادهم لهم. هم عند جيراني يعني، فمديني هنا في عروش مش فيها اصلا روز توم. بصوا كده، لان انا سبتهم، قلت له طب على ما توزني اكون جبت طلب، فامنت يعني، قلت له على ما توزن، على ما انت ما توزن وكده اكون انا جبت طلب. فاداني ال4 كيلو فيهم كام واحده كده ايه ما فيهمش اصلا راس. فانا ايه قلت التوم ده ان شاء الله افرزه معاكم، لان انتوا عارفين التوم بيغلى، وسمعت ان هو هيوصل 50 جنيه السنه دي. فقلت لا، انا هبقى اخزن منه كل ما انزل اجيب 2-3 كيلو ايه توم وافرزهم. يعني هقول لكم كمان على طريقه تفريز التوم. في ناس ممكن تجيب الراس دي تقطعي الراس وتروحي مقشراها ومقطعاها وحطاها في الكبه وتضربيه كله، تحطيه في برطمان عليهم معلقه سكر وعليهم معلقه من الزيت وعليهم معلقه من الخل، وتحطيه في برطمان الزيت وتحطيه في الفريزر. عايزه اقول لك الطريقه دي ممكن تفرزي بيها الثوم يقعد معاكي سنه من غير اي ريحه ولا اي حاجه. هتجيبي حته كيس كده صغيره وتحطيها على الفهوه او على فتحه البرطمان وتربطي كده الغطا عليها. انا بعمل كده بيقعد معايا الثوم كتير جدا. ده بالنسبه لتفريز الثوم. كمان جبت ايه معايا هنا في المشتريات دي، حبه جبن كده. دي جبنه رومي. الجبنه الرومي دي انا جبتها دي ب20 جنيه. طبعا يوسف ابني بيحبها جدا. كان في حاجه هنا ديت جبنه كيري. الجبنه الكيري دي بقى جوزي بيحبها. يعني كل واحد منهم بيحب نوع جبنه. وانا صراحه يعني مش عارفه ان الحاجات واضحه هنا معاكم ولا لا، بس دي علبه حبه جبنه كيري دي ب10 جنيه، وطبعا دي الرومي ب20 جنيه. جبت معايا هنا ده كده زيت عافيه، زي ما انتم عارفين انا بستخدمش غيره لان هو خفيف وكده. ده كده جبته ب79 جنيه. عفوا. هنا ده بطرمان صلصه. طبعا ما بعملش بصلصه، بس مثلا لو انا عامله محشي او حاجه بحب احط معلقه منه على القوطه او على الطماطم، بحيث تديني لون احمر وكده، يعني كزياده، مش كان انا بستخدمها كاساسي، لا. معايا هنا كمان دي جبنه عاديه، جبنه بيضه اهو. دي جبنه بيضه جبتها يعني عشان السندوتشات بقى للاولاد وكده. معايا ايه كمان، انا عايزه اقول لكم ان انا جبت الحاجات دي من مكان بيبيع كان في منه بعض الحاجات رخيصه يعني، زي السكر. جبت ال2 كيلو ب15 جنيه. فبروح اللي هو تبع القوات المسلحه، يعني بيبيع الاسعار اللي هو تبع حاجات الجيش، بيبيع الاسعار مخفضه. دي علبه سمنه، دي اللي هي كيلو جنه اللي هي غير مهدرجه. عايزه اقول لكم ان انا كنت بجيبها من هناك ب19 جنيه، بعدها بقت ب21 جنيه، دلوقتي بتتباع عندهم ب22 جنيه، بتتباع بره ب23 جنيه. يعني هي في الاول كانت رخيصه، كانت ب19 جنيه. انا جايبه 1 كيلو بس. ليه؟ لان انا بصراحه اصلا ما بستخدمش سمنه كتير، غير لو هحمر رز بس بحط معلقه سمنه مع معلقه زيت ذره. لكن انا كل استخدامي
زيت ذره بصراحه ما بستخدمش سمنه كتير، فعشان كده ما جبتش علبه كبيره بحيث انها ما تقعدش معايا. ده كمان الرز ب6 جنيه ونص. طبعا هو مش الضحى يعني مش نوع فاخر، لا هو نوع كويس يمشي الحال. كل واحد بقى يجيب اللي يقدر عليه. يعني انت لو تقدري مثلا هتجيبي رز الضحى، ده طبعا رز نضيف وكده، كل واحد النوع اللي يحبه. فانا جبت 2 كيلو بس. الامتياز نوع اسمه الامتياز، رز حلوه برضو. دول كده جبتهم ب 13 جنيه الاثنين. معايا هنا كمان ده السكر، زي ما قلت لكم ال 2 كيلو ب 15، يعني كيلو السكر ب 7 جنيه ونص. فانا جبت دول كده 2 اهو. جبت 6 كيلو، بصوا كده اهو، دول ب 45 جنيه. 6 كيلو رز، دول كده 6 كيلو رز ب 45 جنيه. يعني عايزه اقول لكم ان الحاجات دي مش اللي هي مثلا لرمضان بس، حاجات البيت اللي احنا بنشتريها العاديه. طبعا ده انا ما جبتش يميش رمضان ولا اي حاجه، بس انا جبت حاجات اساسيه في البيت انا بستخدمها، هتوفر عليا. مثلا لو انا عايزه اعمل اكله ولا حاجه، يبقى عندي الرز، يبقى عندي المكرونه، يبقى عندي شعريه، يبقى عندي الثوم اللي هعمل بيه، يبقى عندي مثلا صلصه، لو هعمل سندوتشات العيله يبقى عندي الجبنه. الحاجات دي يعني يعتبر مثلا اشتري مثلا لو فراخ بس، عشان طبعا اشتريها طازه من بره، لحمه، فطبعا هتوفر معاكي كتير. انا بحب اعمل كده بصراحه لما يكون مثلا معايا فلوس، اروح اجيب بيها حاجات للبيت، بحسها ان هي فلوس مركونه يعني بصراحه. معايا هنا كمان ده زيت تحمير، زيت قلي. يعني انا عايزه اقول لكم ان الزيت اصلا رفع، مش عارفه رفع قوي ليه. يعني انا الازازه دي كنت بجيبها منهم ب 15 جنيه، انا جايبه الاثنين الازازتين دول ب 35 جنيه، الواحده ب 17 ونص، كنت بجيبها ب 15، فرفعت جدا. حتى في التموين الازازه بقت ب 21 وب 23 اللي هي الكيلو كمان. يعني مش عارفه الاسعار رفعت ليه، في حاجات رفعت وفي حاجات لا ما رفعتش يعني. معايا ايه كمان، هو كان بيحط لي كل حاجه في شنط، لان احنا طبعا كان مسافه اللي احنا بقى هنتمشى شويه وكده، فبقى يحط لنا في شنط كتيره بحيث ان الشنط ما تتقطعش مننا. دي كمان تونه مفتته مش قطع. التونه دي بجيب الاثنين ب 15 جنيه، كأن الواحده ب 7 ونص تقريبا. اللي هي دي اسمها توليدو، لحم تونه مفتت اهو، بس انا بجيبها بتطلع جميله، ما بجيبش اللي هي بالشطه طبعا عشان الاولاد. فجبت دول اهم ب 15. كنت هجيب 4 ب 30، فقلت لا انا هجيب دول كده علشان في رمضان احنا مش بناكلها يعني، فانا جبتها الفتره اللي هي قبل رمضان، الكام يوم اللي قبل رمضان دول. معايا ايه كمان، دي بقى المكرونات وكده. الاربعه ب 11 كانوا في الاول الاربعه ب 10، 4 اكياس ب 10، دلوقتي الاربعه ب 11. يعني انا مش عارفه هو واضح ليكم. بصوا كده ديت الشعريه برضو اهو، انا جبت 4 شعريه ب 11. يعني مثلا كأن الكيس ب 3 جنيه الا ربع، فانا جبت دول هما 4 اكياس. دول مثلا ممكن يكفوني شهر كامل. انا طبعا مش بجيب حاجه لحد اخر رمضان، لان زي ما انتم عارفين انا مش بقضي العيد هنا في القاهره، لا انا بنزل الصعيد، فطبعا ما بحبش انزل واسيب حاجات كتير في التلاجة، لان ببقى عايزه افصلها وانا نازله. فمش بجيب مثلا حاجات كتير قوي اللي هو تكفيني لاخر الشهر، لا بجيب الحاجات اللي تمشيني، حاجات اساسيه كمان. ما بحبش اجيب مثلا الحاجات اللي هي كده. دول 4 شعريه ب 11. دول كده 4 مكرونه انا جبتهم مشكلين. دول كيسين تحمير اللي هي المكرونه الصغيره اللي انتوا عارفينها الرفيعه يعني. دي كمان دي مكرونه قلم، في ناس بتقول عليها مكرونه قلم، في ناس بتقول عليها مكرونه سن ريشه. هي دي يعني. جبت كيس واحد لو حبيت مثلا اعمل بيه صلصه للاولاد وكده. كمان جبت دي اسمها مكرونه مقصوصه، احنا هنا نقول عليها مكرونه مقصوصه، في بقى في الصعيد يقولوا مثلا عليها مكرونه خواتم. فالمهم يعني جبت برضو ال4 شكلتهم. نيجي بقى نشيل بقى كده السكر والحاجات دي. انا هوريكم فيديو المشتريات في الاخر عشان انا حاسه ان انتم مش شايفين الحاجات يعني واضحه. شيل بس الشنط. جبت كمان من المنظفات، جبت دي
ازازه اوكسي. هي دي صابون مواعين، يعني بريل اللي هو المواعين بس نوعه مش بريل، النوع اللي هو اوكسي. انا بحب اوكسي في غسيل الهدوم، وبحب اوكسي كمان في الصابون وكده. لو تفتكروا لما بعمل معاكم روتينات، انا عندي ازازه وخرمها كده بمسمار اللي هو بحط منها. بس انا جبت دي الازازه دي ب10 جنيه. دي بقى محكمه وتستخدمي منها اقل حاجه منها وبتنضف وكده حلوه قوي. في منها دي وفي فري وفي كمان فيبا او فيبا، يعني في منها انواع كتير. كمان انا جبت هنا ده كيس اوكسي. هو مش كبير يعني، هو بس ايه حاجه اللي هو زي ما قلت لكم حاجه مش هتكفيني العمر كله يعني، بس حاجه ايه هتوفر معايا في مصاريف البيت وكده يعني. فده كيس اوكسي ب20 جنيه، او ده الاوكسي اللي هو ب20. عايزه اقول لكم ان هو اصلا صغروه، بصوا هو اصلا هما اللي فيه هما. ده جبته ب20 جنيه. طبعا كنت كل غسله مثلا اجيب كيس ب5 جنيه والكلام ده كله، فلا ده ايه هينفع معايا لو انا مثلا هغسل بالليل ومش هينفع انزل اجيب اوكسي ولا الكلام ده، فممكن ايه ده يبقى متوفر يعني موجود عندي. جبت كمان صابون كاميه. انا كنت هجيب لوكس وكاميه الاثنين مع بعض، بس بصراحه احنا اصلا استخدامنا كله بنستخدم كاميه، بحبها جدا. فانا جبت هنا دول 2 اهو، جبت دول 2 من اللي هو الاسود ده طبعا بالورد بالياسمين زي ما انتم شايفين كده. ده بقى اللي هو بالفاكهه زي ما انتم شايفين برضو. عايزه اشوف بقى دي بايه. هو تقريبا دي بالخوخ او حاجه زي كده يعني. دي مكتوب عليها حيويه ودي مكتوب عليها اناقه. المهم انا جبت 4 ب20. الصابونه ب5 جنيه. بس طبعا هي مش اللي هي النوع اللي بيتبري بسرعه، لا في انواع صابون اللي هي رخيصه بتتعجن. هي دي يعتبر مش رخيصه ومش غاليه. في طبعا صابون كتير اغلى منها، بس في اقل منها اللي هي ب2 جنيه دي العاديه خالص. دي لما بيجي عليها ميه اصلا بتتعجن مش بتبقى حلوه، لكن انا مجربه الكميه حلوه جدا. جبت كمان هنا معجون اسنان اللي هو كلوز اب. ده انا مستخدماه جميل جدا لتبييض الاسنان، حلو جدا بصراحه. فبتاعتي كانت خلصت فقلت ايه انا كده كده بجيب منظفات، فهو بيبيع يعني منها وكده، فجبتها اهي اللي هي دي اسمها كلوز اب. ده تبييض للاسنان وجميله جدا. انا كنت بستخدم سيجنال بس بصراحه لقيت كلوز اب احسن منها، مش بكتير بس حبيتها بصراحه يعني. جبت ايه كمان. انا جبت هنا دي قطعت البيتزا. زي ما انتم عارفين عملت معاكم اكتر من فيديو للبيتزا، وكنت بقطعها بالسكينه كانت بتبهدل لي الصينيه وكده، فانا جبت القطاعه دي. القطاعه دي ب15 جنيه مش غاليه. سالت عليها في محل تاني قال لي ب25 جنيه، فانا جبتها من المحل ده ب15. عايزه اقول لكم ان انا قلت لها ان انا هاجي اعمل جوله في المحل وكده، وهي رحبت جدا وقالت لي تمام محلك وتنوري وكده. فانا ان شاء الله هروح اصور لكم هناك، عندها حاجات كتيره جدا، عندها حاجات جميله. هروح اصور لكم اعمل لكم جوله هناك في المحل علشان تتفرجوا معايا، ولو عايزين تعرفوا الاسعار هقول لكم كمان بالاسعار، بحيث لو انت عايزه تروحي تشتري حاجه من محل تاني تشوفي مثلا السعر هنا عامل كام والسعر هنا عامل كام، تبقي عارفه وانت بتشتري عشان محدش يضحك عليكي. لان انا زي ما قلت لك قطعت البيتزا شفتها في محل تاني قال لي ب25 جنيه، انا خدتها منها هي ب15 جنيه بس. كمان كان في المضرب الكهربائي قال لي ب125 جنيه. سالت في محل تاني قال لي ب300 جنيه. فمكنه البسكوت برضو جبتها في محل قال لي 125، جبتها من محل تاني ب115. فطبعا الاسعار بتختلف من محل لمحل، لكن انت لما تبقي مثلا واخده كذا جوله عارفه الاسعار في المحل ده عامله كذا والاسعار في المحل ده، بحيث لما انت بتيجي تشتري بتبقي خلاص عرفتي الاسعار، محدش يقدر ان هو يضحك عليكي. انا دلوقتي بقى ايه هوريكم كده المشتريات بتاعتي. دول حبة المشتريات، حتى لو هما مثلا حاجة مش كتيرة بس حاجات أساسية للبيت هتنفعني. يعني هنا 6 كيلو سكر، لأن احنا طبعا مش بجيب تموين وكده، التموين بتاع ماما بتجيبهولي وبتبعتهولي من الصعيد. طبعا تموين نفرين مش هيعمل برضو حاجة واحنا 4. دول 2 كيلو رز مثلا يكفوني مثلا لحد أول رمضان. علبة سمنة دي أعمل منها مثلا حاجة العيد، لأن أنا بعمل من حاجة العيد كيلو، حاجات يعني قليلة، لأن احنا زي ما قلت لكم مفيش الا انا وجوزي ويوسف وحنين زي ما انتم عارفين، اسرتنا مش كبيره. ده كده زيت عافيه معايا زي ما قلت لكم ده ب78 جنيه. هنا ده زيت التحمير او زيت قلي، يعني الاثنين دول جبتهم ب35. معايا هنا علبتين جبنه اللي هي العاديه، معايا هنا علبتين تونه زي ما انتم شايفين كده،
معايا دي الجبنه الكيري، دي الجبنه الكيري جميله جدا، دي ب10 جنيه. دي الجبنه الرومي، دي الجبنه الرومي جبتها ب20 جنيه. يوسف بصراحه بيحبها يعني. وزي ما قلت لكم انا بقى هشيل المنظفات دي بس كده على جنب علشان بعيد عن حاجات الاكل وكده. ده زي ما قلت لكم الصابون اهو، ده الاوكسي زي ما قلت لكم اللي هو ب20 جنيه، ده كيس اوكسي. ده كده الاوكسي بريل بقى للمواعين وكده. دول بقى المكرونات، دول 8 اكياس شعريه، 4 شعريه و4 مكرونه زي ما انتم شايفين كده. هنا كمان معايا ده التوم زي ما انتم شايفين. بصوا بقى هنا دول كده انا ما شفتهمش، ما فيهمش اصلا راس، هنزل لها دلوقتي ادهم لها واخد غيرهم طبعا. بصوا كده يعني هما وزنين لي دول ما فيهمش اي حاجه، ما فيهمش توم اصلا، فانا هنزل دلوقتي ادهم لها. وطبعا دي قطعه البيتزا اهي. بصوا السعر 15 جنيه، هي السعر اهو كده عشان الكاميرا طبعا بتعكس. بصوا دي 15 جنيه اهي. زي ما قلت لكم سالت عليها في محل تاني قال لي ب25 جنيه. نسيت هنا كمان اوريكم الكوبايات دي، جبتها برضو. جبت الستة ب20 جنيه، التلاتة ب10. هوريكم دلوقتي الكوبايه بصراحه عجبتني جدا، كان في منها ساده وكان في منها المضلع ده، فانا جبت المضلع يعني حسيت شكلها حلو. بصوا كده انا حاساها جميله بصراحه، حاساها سيمبل كده وشيك وفي نفس الوقت مش كبيره قوي ومش صغيره، هي حلوه للشاي اهي، حلوه جدا بصراحه عجبتني. فانا جبت منها 3، الستة ب20 التلاتة ب10. دي الحاجات اللي انا اشتريتها. طبعا امشي على قدك. يعني كل ما تتفرجي في ناس طبعا بتعمل فيديو مشتريات كتيره جدا، وبتقولك بقى تفريزات لرمضان والحاجات الكتيره دي. بصوا هو انا من وجهه نظري في ناس بتعملها علشان مثلا في رمضان يبقى في عندك وقت للعباده بقى وللصلاه ولقرايه القران. لما تبقي مفرزه الحاجات دي بتسهل عليكي كتير جدا في ان انت تعملي الاكل. يا دوب هتطلعي التوم هيبقى مفروم، هتطلعي الصلصه جاهزه، طلعي فراخ من الفريزر، مش هتنزلي بقى تشتري وتضيعي وقت، هيبقى عندك حاجاتك دي كلها في البيت. الكلام ده في ناس بتعمل بهدف كده، بهدف ان هي علشان تبقى عندها وقت للعباده. في ناس تانية بتعملها بقى اللي هو ببذخ، تجيب حاجات كتيره وهي اصلا في وقت رمضان يا دوب بتصلي الفرض وخلاص. يعني بتعملها اللي هو بقى كعاده عندها ان هي تجيب كل حاجات قبل رمضان وتجيب حاجات كتيره والكلام ده. لا انا والله يا جماعه انا بجيب الاساسيات، يعني لو تلاحظوا في كل الحاجات دي اي بيت بيستخدمها، المكرونات، الزيت، الرز، السكر، الحاجات دي. طبعا لسه هجيب بلح واجيب التوابل، واجيب يا مش رمضان حاجات بسيطه، اجيب مثلا كيلو كريم شانتيه او نص كيلو من كريم شانتيه، بما ان الصيف داخل علينا بنعمل ايس كريم بقى وحاجات ساقعه وكده. زي ما قلت لكم ما بحبش مثلا اجيب ببذخ. المنظفات دي برضو الحاجات الاساسيه للمواعين وللهدوم. طبعا بجيب اضافات تانية، الراجل بقى بيعدي بيبيع حاجات سايله اللي هو بقى صابون سايل، اوكسي سايل، بيجيب بقى برسيل جل اللي هو سايل. بشتري طبعا الحاجات دي مش هتكفيني العمر كله زي ما قلت لكم، طبعا هشتري عليها كل ما عاوز حاجه هشتري الحاجات دي، بس ما الا ان هي حاجات اساسيه في البيت. كان مثلا معايا فلوس بدل ما احط الفلوس في حاجات تافهه او اشتري بيها اي حاجات تافهه مثلا حاجات الستات دي، فقلت انا لما اجيب بيها طلبات للبيت بالنسبه لي كانها ان هي فلوس مركونه. اقسم بالله انا عندي حاجه البيت دي كانها فلوس مركونه، يعني خزين البيت ده اهم حاجه عندي. هو ده كان فيديو المشتريات بتاعنا.